تخيلوا كده لو السيجما اللي هو الذئب الوحيد لقي ذئبة زيه، هل ساعتها هيتحولوا لقطيع ولا هيفضل كل واحد فيهم عايش في دايرته الخاصة بيه؟ العلاقة دي مش علاقة عادية، لأنها ممكن تكون يا قمة الروعة يا قمة الانفجار. في العلاقة دي هنتكلم عن مميزاتها وعيوبها، وكمان احتمالات النهاية فيها هتكون عاملة ازاي. ولو انت مهتم بالعلاقات النادرة، فأنا في الفيديو ده هعمل لك مفاجأة من العيار التقيل، مفاجأة أوعدك مش هتلاقيها إلا في الفيديو ده. أعزائي المشاهدين المصريين وعرب في كل مكان، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معاكم باسم. النهاردة برضه هنتكلم عن موضوع تقريبا محدش اتكلم عنه قبل كده، وهو ارتباط السيجما بسيجما زيه. والحقيقة اللي شجعنا نتكلم عن الموضوع ده هو الاهتمام الكبير اللي لقيته من حضراتكم عن السيجما في الفيديو الأخير بتاعه، اللي هو ارتباط السيجما بالنرجسي. وعلى قد فرحتي بكم التعليقات والرسائل الكتيرة جدا اللي جاتني بخصوص الموضوع ده، على قد ما حسيت بأهمية الموضوع عند حضراتكم، علشان كده قررت أعمل الفيديو ده. وقبل ما نعرف السيجما هيعمل ايه مع السيجما زيه، تعالوا الأول نعرف سمات كل طرف فيهم في العلاقة دي هيكون عامل ازاي. الرجل السيجما أو المرأة السيجما عندهم نفس الروح، يعني هتلاقي عندهم الاستقلالية الرهيبة، بيحبوا الاستقلالية جدا، شخصية مستقلة بذاتها. كمان عندهم قوة داخلية مش محتاجة حد يثبتها، قوة ظاهرة جدا. كمان في عندهم حب غير طبيعي للحرية، مش بيحبوا القيود في حياتهم، ومش بيعتمدوا على الناس علشان يحسوا بقيمتهم. هم عندهم قيمة وواثقين من نفسهم جدا جدا. الاتنين هنا كأنهم مرايات لبعض، ما بيعرفوش يعيشوا على تسقيف أو موافقة أو انبهار من اللي حواليهم. هم بيحبوا يعيشوا في هدوء وسلام، ودي أكتر حاجة بيفضلوها. الغريب إن الجاذبية بينهم هنا قوية جدا، فيا ترى إيه السبب؟ الحقيقة سر الجاذبية القوية ده لأن كل واحد فيهم شايف في التاني كأنه نسخة نادرة منه، وعلشان كده هيقدروا بعض جدا في العلاقة دي. كمان هيفهموا طبيعة بعض من غير ما يشرحوا، وده بيخلق نوع من التواصل العميق، حتى لو كان في بعض الأوقات تواصل صامت. مجرد إنهم يبصوا لبعض هيفهموا بعض. في وسط الصمت ده هتلاقي معاني كتيرة جدا هم فاهمينها، وبرغم إن تواصلهم صامت في بعض الأوقات، لكنه مليان معاني كتيرة جدا محدش غيرهم هيفهمها. ودلوقتي هنلاقي نفسنا واقفين قدام سؤال مهم جدا، وهو هل العلاقة دي فيها صعوبات أو تحديات؟ بصراحة الاتنين مش بيحبوا التنازلات. السيجما عموما عندهم الكرامة أولا وأخيرا، وبعد كده مفيش حاجة مهمة تاني. كمان مش بيحبوا القيود ولا بيحبوا السيطرة، وده ممكن يخلي العلاقة بينهم فيها نوع من الشد والجذب، كأنها معركة صامتة. والمعركة دي هيكون الهدف منها هو مين اللي هيطبق قوانينه على التاني، مين اللي هينتصر وكلامه هيمشي. برغم برود السيجما الظاهري، لأن زي ما قلنا قبل كده أن عنده برود ظاهري، لكن عنده عمق عاطفي خطير جدا. العاطفة عنده موجودة لكن مش بيبينها، والسيجما لو حب هيحب بصدق وولاء مفيش زيه. علشان كده لما اتنين سيجما هيدخلوا في علاقة مع بعض، ممكن يعيشوا حالة نادرة جدا، حالة مليانة صدق ووفاء مش موجودين في الحياة، كأنهم ملجأ لبعض بعيد عن الدنيا دي كلها. طيب يا ترى ايه هي النهايات المحتملة لعلاقة زي دي؟ في الحقيقة العلاقة دي ملهاش منطقة وسط. يعني العلاقة يا إما هتكون علاقة رائعة جدا، يعني هتبقى شبه حكاية الحب الخالدة زي روميو وجولييت، قيس وليلى، عنتر وعبلة، علاقة كده محدش يقدر ينساها ولا حد يقدر يكسرها. يا إما هتكون انفجار مدوي، وده بسبب عناد كل طرف فيهم وإصراره وتمسكه بحريته المطلقة. وهنا يجي ميعادنا مع المفاجأة. والآن مع المفاجأة.
لو انت مهتم بالعلاقات النادرة اللي زي كده، فانا جمعت لك مقارنة بين العلاقات النادرة كلها، مقارنة مش هتلاقي حد اتكلم عنها ابدا. واول مقارنة في العلاقات النادرة دي هتكون بين السيجما والنرجسي. العلاقة بينهم هنا هتكون حرب على طول. النرجسي عايز يسيطر، والسيجما مستقل مش بيحب حد يقوده. النرجسي عاوز يتلاعب، والسيجما مش بيحب يدخل اللعبة معاه أصلا. ونهاية العلاقة دي مؤكدة ومعروفة، وهي فشل العلاقة. وده هيحصل بين السيجما هيمشي ويسيبه، أو النرجسي هينهار ويفشل ويروح يدور على ضحية أسهل. وقبل كده عملنا فيديو تفصيلي عن العلاقة دي، وهتلاقي الرابط في صندوق الوصف. وبصراحة أنا حسيت بأهمية الفيديو ده من كم التعليقات والرسائل اللي بعتوها حضراتكم. كمان عندنا تاني نوع من العلاقات النادرة، وهو العلاقة بين السيجما والهيوكا. علاقة نادرة جدا، والعلاقة هنا فيها عمق في العمق. الهيوكا حساس جدا، والسيجما هادي جدا، فممكن يعملوا توازن جميل، توازن ما تلاقوهوش مع أي حد. وبرضه عملنا فيديو تفصيلي عن العلاقة دي ونهايتها المحتملة، ولو عاوز تعرف أكتر هتلاقي الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ثالث نوع من أنواع العلاقات النادرة هو علاقة السيجما بالسيجما، اللي هو موضوع الفيديو بتاع النهاردة. وده بقى يا إما حب أسطوري زي ما قلنا، يا إما حرب عنيفة لآخر نفس. رابع نوع من أنواع العلاقات النادرة هو علاقة الهيوكا بهيوكا زيه. وحابب أتكلم عن العلاقة دي بأن هي الحب المعجزي اللي مش هتلاقي منه في الكون كله، اللي عندهم هم وبس. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر هتلاقيها في أروع فيديو أنا عملته، وهتلاقي الرابط في صندوق الوصف. كمان في علاقة النرجسي بنرجسي زيه، ودي علاقة نادرة جدا، ودي حرب مؤكدة ملهاش تاني، ولازم تنتهي بتدمير حد فيهم، وهي علاقة زبالة عن اللزوم أصلا. وقبل كده عملنا فيديو تفصيلي عنها، وهتلاقي الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أنا بنصحك تشوف الفيديو ده علشان تعرف النرجسيين بيتعاملوا إزاي مع بعض، وهل هيتحملوا الأفعال اللي بيعملوها مع الناس التانية ولا لأ. في كل فيديو من الفيديوهات دي اللي بيتكلم عن العلاقات النادرة، هتدخل في عالم عمرك ما سمعت عنه، هتعرف أسرار محدش اتكلم عليها قبل كده، وهتشوف مميزات وعيوب في كل علاقة، وكمان نهاياتها المحتملة. ولو حابين نعمل فيديو مخصوص للمقارنة بين العلاقات دي اكتبوا لي في التعليقات. اللي بيجمع السيجما بسيجما زيه مش انهم بيكملوا بعض، لا، لكن لانهم بيعكسوا بعض. وده اللي بيخلي العلاقة يا اما تكون اجمل يا اما تكون اخطر. وبعد اللي سمعته ده انت شايفها ازاي؟ هتكون حب اسطوري ولا انفجار قاتل؟